اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وتسليما إلى يوم الدين. حبايبي متابعيني، يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. من مطبخ حنان ودنيا النهارده بنقدم بقى فيديو جديد مع ماما يوم الجمعة زي ما متعودين، وفي مطبخها طبعا بتعمل لنا الغدا زي كل أسبوع. ربنا يبدأ الصحة ويخليها لينا. واللي يشوف الفيديو دوت يعمل لايك لأم ياسر، حاجة أم ياسر، ويدعي لها دعوة حلوة كده بزهر الغيب. ومعاكم هي هتكلمكم. يلا سلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. السلام ده عام الشتاء. السلام يظبط لك. كل سنه وانتم طيبين، يجعلوا كده موسم خير وبركه عليكم. انا النهارده بقى نسال ايه احفادي هتاكلوا ايه؟ ما بنعملش انا من دماغي يعني. هتاكلوا ايه اللي بيطلبوه بنعمله. قلت له عايزين ناكلوا فاصوليا خضراء يا ماما ستة. حفيدتي دنيا في تالتة كلية حقوق عقبال عيالكم. قلت له عايزين ناكلوا ايه؟ فاصوليا خضراء. يعني انت ما بتعمليش الا اللي هي بتطلبه؟ اللي هي بتطلبه حفيدتي. جيت عامله لها، بصوا خرطت البصله انا اهو وقعدت اصفرها، نيجي حاطه التوم معاها. لابد اي خضار اخضر تحطه فصين توم كده عشان تضيع ايه يعني لا مؤاخذه، يعني بيقول لك ايه الخضار اللي صلمه كده بتحط له فصين التوم دول. حتى المحشي تحط له فصين توم. قلت له كده هو. وركب ما تشوحت البصله بالتوم تيجي حاطين الطماطم. عامله النهارده فراخ بلدي اهي حبايبي، فراخ بلدي اهي عاملاها. ثانيه نوريها لكم. عامله فراخ بلدي ديك بلدي عشان في يحب البلدي وفي بيحب الفراخ البيضاء. ربنا يرخص جوتنا. ودي فرخه بيضاء اهي. ده انت مظبطانا النهارده بلدي وابيض وخضار. لا ده الدنيا مظبوطه النهارده. في بقى اللي بيحب البلدي وفي اللي بيحب البيضاء، الفراخ البيضاء. طبعا انا ماليش الا عيالي وحبايبي واحفادي ونسوان عيالي راخرين حبايبي. بس انت زعلانه من اللي شاف الفيديو وما عملكيش لايك وكتب لك تعليق طبعا. لا انا عايزه كده يتفرجوا عليا ويكتبوا لي ان كان طبيخي حلو بتاع وليد زمان. بقى ناس زمان عندكم بقى تقولوا لي ايه رايكم في اكلي. انا طبعا بنعمل كده ببركه الله، مفيش احلى من بركه الله. يعني مش بنعمل بقى الحاجات اللي هم بيعملوها دلوقتي. انا بنطبخ طبخنا بتاع زمان ويا قادر بيبقى نفسك حلو واكل حلو. الحمد لله والحمد لله والشكر لله. اهم حاجه وانت بتطبخي تذكري الله، تذكري الله بلا اله الا الله، تستغفري ربك، تقولي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. المهم اي حاجه تيجي على بالك تذكريها. سبحان الله طبخك يبقى جميل وربنا مبارك فيه كده ويبقى حلو كده. بصوا يا حبايبي اهي التومه احمرت مع البصله اصفرت. انا ما غمكهاش يعني اهي. وبنيجي حاطه الطماطم كده ده اهي. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين اهي. وفي ناس بقى تكتر لك الطماطم وتقول لك مش عارفه الطماطم دي بتكتم الخضار، يعني لا تكون يامي ولا تكون شويه، تكون حلوه توسط. وركك على تسبيكها تحط الخضار، بعد ما تتسبك تحط خضار وتقلبيه طبعا تقلبتين كده. عايزه تحطي شوربه الفراخ من شويه تطعم لك الاكل حطي، عايزه تحطي شيء مكعب من حطي، كل واحد وشوقه. والاكل بسم الله ما شاء الله بتذكري الله، بتذكري الله فيه يبارك ربنا في كل حاجه انت بتعمليها. وبرضه واقفه على الحوضه هي. واول باول كده بنغسل المواعين ما بنسيبهمش يتركنوا. الفاصوليا لما بنلاقيها رخيصه والخضار بنلاقيه رخيص، نهار ما ننزل نروح السوق نيجي جايبه وعاملاها حطاها في الفريزر. كل حاجه عندي نطلع ونعمل وتوفيق وكل حاجه تبقى عندك. الحاجه احسن من الفلوس في الايد. بصوا انا جبتها على التسبيكه طلعها من الفريزر تحطها في تسبيك على طول، ما تسيبهاش تفك. على طول ما تسيبهاش تفك عشان لو سبتها تفك هتجلد وهتبقى وحشه. شايفين لون الخضار بتاعها زي الفاصوليا الفريش بالظبط. وربنا موجود، ربنا مفيش احل منه. بصوا يا جماعه كفايه نعمل ست الكل.
القلب الابيض دايما اكله ابيض واكله نضيف واكله حلو واكله تعب. القلب الابيض مش الواحده تبقى كبرت تخرف وتتكلم كلام كده الناس تزعل منه، لا اتكلموا كلام حلو لحبايبكم، نسوان عيالكم، لعيالكم، لاحفادكم، لجيرانكم، الناس اللي حواليكم، الكلام يبقى حلو. ما تقعدوش تلبحوا على حد ولا تتكلموا مع حد كلام يقلق. الكلمه الوحشه لا، معكيش فلوس تصدقي، صدقي بلسانك بالكلمه الحلوه. الابتسام مش شرط تضيف اللسان حلو، الكلمة الحلوة. اللسان الحلو، اللسان الحلو يحب الناس تحبه. كل اللي يشوفني يقول لي انت يا ام ياسر كفايه عليا دي، اي يا ام ياسر يكلموني كده وانا فرحانه نقول ده رضا من ربنا. أي الحمد لله. رضا من ربنا. كل اللي يشوفني يقول لي انت وشك سمع، ليه؟ رضا من ربنا. عمري ما زعلت حد. خلاص كبرنا بقى هناخده زماننا وزمن غيرنا، هذا احنا بنكلمه ولا ايه اللي ربنا بيقدرنا عليه. هرجع هقول لكم على معلومه، انا بجيب خضار اي خضار، ان كانت يعني ان كانت طماطم، ان كانت فاكهه، ان كانت اي حاجه، لابد تحطها في الثلاجه مغسوله. بتعيش فتره كبيره، بتغسلي طماطم بس بتنشفيها بعد كده. لا والله بنحطها في مصر تنشف خالص يجينا اهو. بصوا الجوافي نشيل كل حاجه مغسوله، كل حاجه طماطم، فاكهه، خضار، خيار، الفلفل حتى من الصدور عندكم بالأجبور والاثنين، الطماطم ما بتجرالهاش حاجه. انا عندي كده بالأجبور والاثنين. هوريها لهم، انا بقى لها قد ايه عندك دي. بصي دي بقى لها اسبوعين عندنا، طلعت نص من منها، دي غسلاها منضفاها وحطاها في الثلاجه نطلع منها ونطبخ فيها. طبعا بقى بركه من ربنا. بصوا حتى الثوم اهو بصي يا حبايبي حطها في كيس وحطه في الثلاجه. بركه كده من ربنا ما تعرفوش. ربنا مشاها معايا يعني ساترها، ربنا ساترها. الطماطم طبعا انا بيها كبيره، ساعات بقى بنبقى متجله يعني نقول نسوان عيله هتجلوا مني، نيجي واخده بعضي وماشيه واحده واحده راكبه توك توك ورايحه جايبه كل اكلي وكل حاجتي. ولما بنكبر بنجيب لحمتي وفراخي وسمكي عشان برضك البني ادم تجيب. خليكي خفيفه، مرات ابنك تحب، مش كل حاجه تبقى على مرات ابنك. كتر خيرهم هما بينزلوا يسيبوا لي الشقه، انا باجي على الطبخ وغسيل المواعين والتصبين وكل حاجه، بس كتر خيرهم كتر خيرهم كتر خيرهم. اما بنعوز حاجه بصراحه ما بيحوشوش نفسهم عني. الله يبارك لهم ويبارك لعيالهم ويبارك لرجالتهم. انت بتحبي كفايه حبك ليهم، الحمد لله، كفايه دعوتك لهم في قيام الليل. ربنا يديك الصحه ويطول في عمرك يا رب. الحمد لله. والمعلقه بتاعتك المعلقه العجيبه فين؟ لا معلقه جدتك جدتها انا على اللي انت وريتها لهم المره اللي فاتت محدش قال عنها حاجه. لا اهي معايا اهي. لا المفروض ان هم علقوا لك عليها ويقولوا لك المعلقه دي محدش علق على حاجه. ليه طيب؟ زعلتوني كده، زعلتوني. هجيبها لكم اهي من علامة بقى ست أمي. ست أمي كانت حبيبتي برضه دي. أنا بنحب أحفادي دايما، أنا بنحب أحفادي عشان ستي كانت بتحبنا. بصوا أهي مكتوب عليها الاسم، ديت بقى بتاعت ست أمي بقى لها أزيد من 100 سنة، محتفظة بيها من ريحتهم. كنت واخدة ثلاثة بالنظام ده وثلاثة صغيرين مكتوب عليها الصانع اللي هو عاملها هم اسم الصانع. بصوا يا حبايبي دي كنت واخدة منها ثلاثة من العينة دي، وثلاثة دي اسمها كف القطة، والتانية الصغيرة اسمها ودن القطة كانت زمان. حبايبي بردك والنبي تدينا معلقة نديهم، فضلت دي محتفظة بيها أزيد من 100 سنة وهي عندي، واخداها من ست. انت ما بقالكيش 100 سنة. أنا ما بقاليش 100 سنة، لا بس أنا ستي ميتة بقالها من عمري، من عمري وانت صغيرة. وأنا صغيرة عندي بتاع 6 سنين كده ستي ميتة. أما جيت كبرت أمي ورثت دول، خدتهم من أمي، محتفظة بدي بقى، دي اللي فاضلة عندي محتفظة بيها. بالله عليكم تقولوا لي إيه رأيكم؟ أنا ولية كبيرة ومحدش يقلس عليا ولا يضحك عليا. انت مين يقدر يضحك عليك؟ ربنا يديك الصحة يا رب يا رب. هنشوفكم بقى لما الأكل يخلص واحنا قاعدين على الطبلية كده ناكل الأكل الحلو بتاع إيه؟ بتاع الحاجة أم ياسر. شوفوا بقى كبير ابو محمود، ربنا يبارك في عمره ويبارك فيه يا رب يا ويبارك رب له في اولاده يا رب. يجيب لي اللب ويجيب لي السوداني يوم الخميس نسبح انا ناخده.
طبعا انا عندي السكر والضغط ومش هنقول لكم عامله عمليه قلب مفتوح. الحمد ماليش في لله. اللب وماليش في الحاجات دي. بنيجي شايلان حبيبتي دنيا هي وامها. دنيا بس وانا لا. دنيا حبيبتي هي وامها بنشيل هرب. وريني اللب اللي جاي النهارده، انت كلتوه صح؟ لا ما كناهوش اهو طب بحالها. افتحي كده عطوني وريني بالليل وانا نايمه. فين المقرمشات اللي بتكون ما فيه. عادش بيجي كرمشات ولا لا لا بيجي مقرمشات وانتوا بتاكلوه بيدوني وتستغفلوني وتخلوا هو اللب عارف ان انا بس. اللي دي لاخته وانتوا عارفين ان انا بنحب اللب وبنحب المقرمشات. بنيجي شايلها شو خليكوا شاهدين، خليكوا شاهدين. بنيجي متاكل شايلها. متاكل. لا 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 لا، ده مش اللب ده اللي بيجي كل مرة. خليكوا شاهدين واتكلموا. شفت البيت وحياة ربنا ده ناقص. فين اللب التاني؟ ما هو فضي ده مع ده. اهو فرغي اللب كله على بعض. بتيجي تحاسبني. اكيد اللب بتاعي. هو بتيجي انا تحاسبني. هي عندها السكر ما بتاكلش لب، انا ناكل لب. يا جماعه فضي اللب يا عيد. اسمها ام ياس. اهو. ايوه كده اللب بتاعي. هيشهولها. انا هنشيل الدنيا اللي يعجبني وناكل انا كله. نعمله ايه بقى؟ هنجيبه. يلا مريم.